ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هنعمل بقى النهارده الستريبس ازاي يطلع معاكي جوسي وجميل ومن بره بقى مقرمش، وهنعمل كمان الكفر بتاعه ازاي يطلع معاكي بالشكل اللي انت شايفاه ده ويطلع معاكي مقرمش وتحفه. يلا بقى اعملي اللايك ومتابعه القناه وفعلي الجرس يوصل لك كل جديد، ولو عجبك الفيديو شاركيه مع اي حد يحبك عشان الكل يستفيد. يلا بقى بينا نسمي بالله ونشوف عملنا ازاي. اول حاجه ده معايا كده صدرين من الفرخه، بدات مسكتهم انا غسلتهم، حطيت لهم ليمونه كده وشويه ملح، وبعد كده صفيتهم وبدات ان انا انشفهم كويس جدا من الميه، وهبدا بقى نقطعهم تقطيع الستريبس بيكون ولا هو تخين يعني تخين سميك ولا هو رفيع، بيكون كده اللحم يكون محمل شويه وبيبقى حلو قوي عشان ما ينشفش معاكي زي ما انت شايفه كده. لو حابه اي حد من فرارجي اللي هو يقطعهولك مفيش اي مشكله، بس انت لو جبتيها هيبقى احسن. هيبقى قطعتيها زي ما انت شفتي كده. معايا بقى كده بوله او طبق، بدات ان انا احط عليه كوبايه كده من اللبن، حطيت عليهم عصره من الليمونه بدات اللي هي تقطع، او تحطي كوبايه من الزبادي، او لو عندك لبن رايب حطي. حطيت كمان بضايه بدات ان انا ادوبها كده معاها، وبعد كده بقى هضيف لها نص كوبايه كده من الدقيق، وهحط لها كمان معلقه كبيره كده من النشا، وابدا بقى نحط التوابل بتاعتنا: معلقه صغيره من الثوم بودره، معلقه صغيره بصل بودره، معلقه صغيره كده من الملح، واحط كمان ربع معلقه كمان من الفلفل الاسمر، وهتحطي بقى معلقه صغيره برضك من التوابل المشكله او توابل الفراخ، ومعلقه صغيره من البابريكا. نبدا بقى اللي احنا نقلب كل ده كده مع بعضه. التوابل بسيطه ومش كتيره ومش طعمها يعني طاغيه قوي تحسي ان انت بتاكلي توابل، لا خالص، طعمها حلو ومظبوطه، والملح كان بتاعهم مظبوط وحلو قوي. هحط كمان فصين كده من الثوم او 3 فصوص من الثوم، مسكتهم اللي انا هرستهم كده وبدات ان انا اضيفهم عليها. هنقلبهم برضك تقلبتين. ومعايا بقى كده الفراخ زي ما انت شفتيها، انا طبعا غسلها من قبل ما اقطعها زي ما انت وريتكم كده في بدايه الفيديو. وبعد كده بقى هبدا ان انا انزلها بقى على الخليط اللي انتوا شايفينه ده. هقلبها بقى كويس جدا لحد ما كل حته من البانيه تكون او الستريبس بتاعنا يكون متغلف كويس بالتتبيله. سبتها بقى انا لمده يوم كامل، لو انت عندك عايز تسيبيها لمده ساعتين 3 براحتك. معايا بقى ده كده الفيجيتار اللي هو بتاع كنتاكي، بيكون مقرمش كده وحبيبات كده زي ما انتوا شايفين. انا بقى عشان عندي اطفال فبدات ان انا اطحنه في المطحنه عشان هو بس بيبقى ناشف، وكمان مع التحمير هينشف قوي. ومعايا بقى كده ده اللي هو الفيجيتار اللي هو الجاهز، ده منه ربع كيلو، ربع كيلو من هو الفيجيتار كنتاكي، معاه ربع كيلو كمان من الفيجيتار الجاهز ده. بدات انا احط عليه معلقه كبيره من النشا ومعلقتين كبار من الدقيق ورشه كده ربع معلقه من الملح ورشه من الفلفل الاسمر. حطيت كمان معلقه صغيره من ثوم بودره ومعلقه صغيره بصل بودره ومعلقه صغيره من البابريكا، واحط لها كمان واحده من مرق الدجاج. طبعا لو عندك بقى كورن فليكس تقدري تشتغلي بيه نفس الفكره بالظبط. بدات ان اقلبهم كده مع بعض. الخلطه دي طبعا كتيره، مش هتاخد كل الكميه دي، فانا طبعا نقصتها. بدات ان انا اشتغل بكميه صغيره يعني. ابداي ان انت تعملي بقى، اقول لك بقى الخلطه دي بتبقى حلوه قوي للبانيه للستريبس لاي حاجه عايز تعمليها في الخلطات. هاخد بقى واحده كده من الستريبس وابدا ان انا اغلفها كويس جدا. طب انا بقى عايزه الستريبس بتاعي كده منعكش وحلو. انا طبعا ما عملتش الحركه دي لان انا بقول لكم عندي اطفال فهيبقى صعب عن معاهم يعني في الاكل. لو عايزاه بقى اللي هو مقرمش كده ومنعكش كده ما تضغطيش عليه، دوقي اعمليه في البقسماط بس ما تضغطيش عليه او هيطلع معاكي منعكش. معايا بقى كده زيت سخن زي ما انتم شايفين، وهبدا بقى انزل بالستريبس. ما تبدايش تقلبي فيه خالص ولا تحركي فيه عشان الكفر بتاعه يفضل زي ما هو ويطلع بقى معاكي باللون الذهبي الحلو ده. اهم حاجه يبقى الزيت معايا سخن، وان انا محركش خالص الستريبس معايا عشان الكفر بتاعه يفضل محافظ عليه زي ما انتم شايفين كده. هبدا بقى طبعا انا ما قلتش كل الكميه، ما شاء الله عامل كميه حلوه قوي. لو انت طبعا لو عندك بقى عيد ميلاد مناسبه اي حاه بيبقى حلو قوي معاه. وكان بس من جوه طري كده وجوسي وكان تحفه. طبعا انا بقطعه مش عارفه اقطعه قوي لان هو كان سخن جدا جدا جدا. متنسوش بقى تعملي اللايك حلو بتاعكم وتسيبولي تعليق حلو، يا رب اكون ضيف خفيف عليكم والفيديو كمان يعجبكم. بصوا كان تحفه يا جماعه. شكله كان طعمه حلو قوي قوي والتتبيله هتعجبكم جدا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.